خليني اتكلم معاك النهارده في الشخص اللي بالنسبه لي انا هو منتهى الكرياتيف. شخص اتعود يخش اي مجال يكون رقم واحد بس، مفيش نقاش فيها. شخص حرفيا بيتعب، بيتمرمط، وعنده خبرة كويسة جدا، ودراسته الأساسية الإخراج، واشتغل مخرج وأخرج فيلم أخد بجوائز، وأخرج أفلام روائية طويلة، وألف، وغنى، ومثل. وهنا أنا بتكلم عن الشخص الكرياتيف وهو أحمد مكي. لقطة أيوة زميلي، خد لك لقطة طفرة في جيلي، أيوة أنا فلتة لقطة أيوة زميلي، خد لك لقطة في الحلقة، أيوة فاكك أنا الشفرة. خليني اقول لك هنا بالصحاب ان احمد مكي انا واحد من الناس انا بعشقه، وان كان ان انا شايف ان مكي على المستوى التمثيلي اداء نفسه لشخص انا لسه ما شفتش البيك بتاع مكي من الاخر، لسه ما شفتش اكبر حاجه ممكن مكي يعملها او اعلى ليفل ممكن مكي يوصل. انا ممكن اكون خدت بالي ان مكي ممثل تقيل قوي من كاركتر عمله في فيلم في ليله البيبي دول، كاركتر سواق التاكس. انا العميد رضوان ابو المجد، وانا جزمه يا باشا، انا ابن 60 كلب يا باشا. الكاركتر ده حرفيا جبار بعيدا عن باقي كاركتراته بقى خالص. بس خليني اقول لك ان مكي بيتأثر بحاجات معينة في حياته الطبيعية، وبتطلع معاه شبه مثلا ساي حبه الجد، وشبه مثلا ساي حبه للطيور، وهكذا. وده مش غلط، دي حاجة حلوة، بس لما زادت عن حدها مثلا شبه مسلسل الغاوي، مش كل الناس حبيتها. انا واحد من الناس مش قوي يعني. خلاص يا معلم، عرفت ان انت بتحب البوكس، عرفت ان انت بتحب الحمام، تمام قشطه، مش كل حلقه تقولها لي، فاهم حاجه؟ بس كمسلسل مثلا لو جبنا سيره الغاوي فهو حلو جدا. راجل بيتعب وبيشتغل صح جدا. من اول ظهور ليه في فيلم تيتو، هو ظهر كضيف شرف في فيلم تيتو، ظهر في فيلم ابن عز اللي هو صاحب علاء ولي الدين الله يرحمه، ريكي مارتن. دي ادوار صغيره. ابتدى هنا للكاركتر اللي جه معاه بالصدفه وهو شغال في كاست الاخراج، اللي هو هيثم دبور، الكاركتر اللي طلع في سيت كوم تامر وشوقية لاحمد الفيشاوي ولمي كساب، مش اتش دبور، لان اتش دبور جه بعد كده، فاهم حاجه؟ فمن هنا هو الكاركتر ده والكاركتر ده اللي برز بيه جدا، ومصر كلها اتكلمت عنه. هو جاي له بالصدفه، وحد تاني خالص اللي كان يعمل الدور ده ما جاش، وهو اخد الدور بالصدفه قشطه يعني، فاهم انت؟ هو اوريدي كان شغال في كاست الاخراج. من هيثم دبور يلا بينا مرجان احمد مرجان، الكاركتر برضه يعمل بوم، يلا بينا روح مع احمد فهمي هيكتب لي فيلم. واحمد فهمي كتب فيلم حلو جدا جدا جدا، بس على حد قول احمد فهمي ما كتبش اتش دبور لكاركتر اتش دبور. كان الكلام بينه وبين مكي، وحصل خلاف بين مكي وبين احمد فهمي بسبب الفيلم ده، ان مكي كان عايز ينسب الفكره لنفسه، بس مين اللي كاتب؟ احمد فهمي، وهي قصه احمد فهمي، بس مكي عايز ينسب الفكره لنفسه. خلي بالك ان مكي في سبب تاني او في مشكله تانيه حصلت بنفس الموضوع ده لمكي، ليه مسرحيه عملها في السعوديه لو تفتكر، فدي مش اول مره. خليني اقول لك مكي راجل شاطر جدا، بس كذا حد قال الموضوع ده، فانا بيني وبينك برضه مش عارف الحقيقه بالظبط، بس ابتديت احس ان مكي بيحاول ياخد افكار غيره وينسبها لنفسه تحت مبدا ان انا كرياتيف. بس خليني اقول ان الحاجات اللي اتنسبت لمكي ومحدش شك فيها هي حاجات كويسه جدا. وهرجع معاك تاني لنقطه اتش دبور. احمد فهمي كتب الفيلم حلو جدا، وتشتغل الفيلم حلو جدا، فيلم ما فيهوش حاجه واو، بس فيلم وقتها هو ترندي جدا، فيلم كويس جدا على حد تمثيلي، الكاركتر محبوب، الناس حباه، فيلم قصته لذيذه. الابطال الادوار الثانويه معاك مين؟ معاك حسن حسني الله يرحمه، لطفي الله يرحمه، انجي وجدان، سامح حسين، معاك هالة فاخر. فالناس اللي في الادوار التانيه هي كلها محبوبه، وهي كلها ممثلين شاطرين جدا، فتحب ان انت تتفرج عليه. وفيلم اتش دبور بالفعل نزل ونجح نجاح جامد جدا. بعدها مكي عمل شويه حاجات حلوه برضه، يعني اللي هو ما بطلش يعمل لك لا تراجع ولا استسلام، مقدر الدنيا بين قوسين، فيلم جبار حرفيا. في قبلها عمل طير انت، برضه الفيلم كان حلو جدا، فيلم من احلى افلام مكي اللي بحب اتفرج عليها.
حرفيا الدويتو بتاع ميكي وماجد الكدواني ده دويتو انا ما شفتوش من زمان، او من وقتها ما شفتوش لحد دلوقتي تاني بجد، ومحتاج ان انا اشوفه. لان اخر مره انا شفت ميكي وشفت ماجد الكدواني كان في الاختيار، والاتنين كانوا بيعملوا ادوار دراميه بحته، ادوار جد جدا ما فيهاش ضحك. حتى ماجد الكدواني وهو بيتكلم عن كواليس الدور كان بيقول ان هو بيقعد يبص لميكي قدام كريم عبد العزيز ويتقتل ضحك، لان هو عارف هم خارجين منين. فاحنا بنعمل ايه هنا يا معلم؟ مش كده، فاهمني؟ بس خليني اقول لك ان هو شخص على قد اجتهاده على قد ما بيلاقي، الى ان دخل ميكي في المرض بتاعه اللي قعد فيه 2 تقريبا، مرض ضرب له كلى وطحال بحاجات كتير كده جدا، الحمد لله ربنا قومه منه على خير، ورجع تاني بالاختيار. دور جد جدا ودور مفيهوش اي كوميديا، دور حلو جدا. وفي ناس شبهته بفان ديزل، بس مش عارف ليه، لان فان ديزل في وجهه نظري انا ده واحد ما بيعرفش يمثل اصلا، بس في ناس بتحبه، اوكي ماشي يحترم، بس انا وجهه نظري الشخصيه فان ديزل ده مش ممثل، ومع ذلك هو اتشبه بفان ديزل بس عشان رسمه جسمه، انما لا ده واحد بيعرف يمثل يا جماعه، مش كده. هي مش شكل وخلاص، هي اداء، هي فيزيك، هي طريقه نطق، هي حاجات كتير جدا، هي رياكشنات مش بس شكل. يعني في بين كل ده وده احنا سقطنا حاجتين، حاجه انا قلت لك عليها من الاول، ولو عايز تعرف ميكي ممثل جامد ولا لا روح اتفرج عليها فعلا، وهي ليله البيبي دول، واتفرج على الدور اللي عمله. وطبعا البيج فروم احمد مكي كبير، ده مسلسل حبيته ما حبيتوش، الاجزاء كتير منه مليت منه في الاخر، ده مسلسل جامد، ده مسلسل جامد. خلينا متفقين على كده، خلينا صراحة في النقطة ديت. ونقطة ان انا اخد الريسك وارجع اعمل مسلسل تاني بكاست بنسبة 90% هو متغير تماما عن الناس اللي انا اتفرجت عليها في الكبير وحبيتها وتقبلتها، وخاصة بين قوسين ان هو الاجزاء اللي رجعت فيهاش دنيا سمير غانم، دي في حد ذاتها ريسك يحسب للجندي ويحسب لمكي جدا. الناس اللي ميكي بيشتغل معاها، الورشه الكتابيه اللي ميكي بيشتغل معاها، الناس ديت هي فعلا كرييتيف. الناس بتاعت الكتابه يا جدعان بتفرق جدا 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 جدا. وهنروح بعيد ليه؟ ارجع لحلقه هنيدي وارجع لحلقه سعد، شوف الناس بتاعت الكتابه وديتهم فين، شوف دماغهم وتصميمهم على ان هم يشتغلوا بالكوميديا بتاعت عصرهم اللي هي اوريدي ما بقتش موجوده، وديتهم لحد فين. ميكي مش كده، وهي دي العقليه الصح. خليني اقول لك انا محتاج اعرف منك ايه اكتر عمل انت بتحبه لاحمد مكي، وهستنى رايك في الحلقه ديت، هستنى رايك في الحلقات اللي فاتت. وزي ما قلت متنساش تعمل لي كومنت، لايك، سبسكرايب، ده طبعا بعد اذنك، وقول لي رايك في الحلقه وفي الحلقات اللي فاتت. لو اتفرجت على حاجه فاتت ههتم جدا ان انا اعرف رايك عشان بنطور في شويه حاجات. وبقول لك ايه، طولت عليك قوي، انت عارف اهي فوق. ايوه زميلي خد لك لقطة